أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم المحبب والمفضل في ظهر الأهلي. أهلا بيك يا أسامة. أهلا بيك يا فارس، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. حلقة بعنوان العلم نور. عندنا كتير جدا يتقال النهاردة، عندنا دروس للي عايز يفهم، عندنا كلام اللي ما عندوش غرض مفترض بغض النظر بقى عن الكلام ده طالع من قناة الأهلي، طالع من أي حد. انسى إن الناس دي على شاشة قناة الأهلي. شغل مخك يمكن تستفيد، شغل مخك يمكن تحس إن الناس دي بتقول حاجة بالورقة والقلم مش بوجهات نظر. ودايما هنا عندنا قاعدة واضحة وصريحة: نحن لا نتحدث في وجهات نظر بقدر ما نتحدث في حقائق دائما مؤيدة إما بمستندات أو بمنطق أو بواقع أو بتاريخ. طيب، في حقائق كمان مؤيدة بتاريخ بس أنا بحبها، وأنا في اليوم ده كده بصحى الصبح عارف في نشاط كده وفي فرحة وفي ذكريات حلوة جدا، وهي ذكرى سداسية الأهلي وسداسية بيبو وبشير وسداسية مانويل جوزيه 6-1. كنا وقتها في هذه اللحظة عندنا ذكريات تاريخية، وعندنا ذكريات لا تنسى، وعندنا كسر غرور أوتو فيستر. وبالمناسبة يعني كنت قريت قريب لأحد الأصدقاء كان بيتكلم عن فكرة إن أوتو فيستر هو ليس اسم من كلمة واحدة، بل هو اسم من كلمتين: أوتو فيستر. لكن الأهلاوية كمان عشان السجع ربطوا أوتو فيستر وإن الأهلي بقى مانشستر، والأهلي في اليوم ده كان أحسن من مانشستر وأحسن من أي حد. 6-1 كانت في ظروف قبلها كانت صعبة بيمر بيها النادي، وطبعا رحيل كابتن صالح سليم وبعض الأمور، وكانت هذه المباراة مهمة جدا لكسر غرور مدرب اسمه أوتو فيستر وترسيخ ذكريات عايشة معانا لحد دلوقتي. ويمكن 6-1 لا يمكن يا جماعة تختزل في سياق مباراة. ما حدث في الدربيات بين الأهلي والزمالك، وأنا هنا هصنفه الدربي أو الكلاسيكو بحكم إن هم الناديين، إن لو حتى في جاب كبير قوي لصالح النادي الأهلي وهذه حقيقة تاريخية في عدد البطولات، ولكن على مستوى الأقرب أو الوصافة التاريخية فهو نادي الزمالك. ما ينفعش نقف عند 6-1 بس. لا يوجد، أنا شخصيا ما أعرفش دربي على تاريخ مستوى العالم في هذه النتائج الثقيلة لفريق على حساب الآخر. نادي الأهلي فاز على الزمالك ب3 سداسيات. عندك 6-0 سنة 25، و6-4 سنة 53، وال6-1 سنة 2002. 4 خماسيات للنادي الأهلي في الديربي في المباريات الرسمية مقابل لا شيء للزمالك. 5-0 سنة 37، و5-1 38، و5-1 38 تاني في سنة واحدة 5تين، وال5-3 الشهيرة في 2021، و12 فوز برباعية على حساب نادي الزمالك مقابل كام ولا رباعية في مباريات رسمية. أعتقد تاريخ يا أسامة صعب جدا بيخلينا نربطه بالحاضر. إن يا جماعة فكرة المنافس وفكرة الديربي وفكرة القطبين هي فكرة من صناعة إعلامية أكثر منها صناعة على مستوى الواقع، صناعة على مستوى الأرقام، صناعة على مستوى التاريخ. ده حقيقي، لكن لو الحد عايز يكون موضوعي فهيقول ان نادي الزمالك هو اقرب منافس للنادي الاهلي محليا الحقيقه برصيد بطولاته. لكن اذا كان هذا الماضي فنحن هنا في الحاضر، والحاضر باللوائح بالقوانين. هتشوفوا حلقه مختلفه تماما عن كل ما يتم تناوله في الاعلام الرياضي منذ تاريخ 11 مارس الماضي. الحقيقه كانت قضيتي طول الوقت اللائحه وماده 17 فقره 4 من البداية، من قبل أول قرار في 15 مارس، مادة 17 فقرة 4. ولاقي كل البرامج الرياضية اللي بتتناول الأزمة وبتتناول القضية دايما يقول لك إيه؟ طب إيه الفارق ما بين اللي حصل مع الزمالك الموسم الماضي والموسم الحالي؟ طب ليه عاملين أزمة؟ ولا في حد على الإطلاق راح لسكة إن هو يتعب ويقرأ
ويبحث ويشوف ان في لائحه جديده، لدرجه ان البعض من داخل رابطه الانديه وتحديدا، وهنا هنخص بالاسماء، لجنه المسابقات برئاسه الاستاذ طه عزت، كان بيقول يا جماعه مفيش حاجه اتغيرت. الايام مرت والناس اكتشفت ان كان في نوع من انواع التضليل، وكان في نوع من انواع الابتذاء، وكان في نوع من انواع انك تاخد اللي على مزاجك وتسيب اللي مش على مزاجك. هنا كعادتنا دايما هنقول لك اللي على مزاجنا وهنقر باللي مش على مزاجنا، لان انا ما ينفعش تطلع لي قدامي قرارات او حيثيات او توصيات واغض الطرف عن الحاجات اللي ممكن تتعرض ليا. لا، انا هنا راجل موضوعي. ليه؟ لان النادي الاهلي من البدايه ومن بدايه القصه كان هدفه العداله لكل الانديه المصريه. ده اللي صرح بيه المدير التنفيذي للنادي الاهلي يوم 11 مارس، وده اللي كتبته رابطه الانديه، مجلس اداره رابطه الانديه في خطاب 30 مارس، ان النادي الاهلي كان يسعى الى العداله لكل الانديه، وان النادي الاهلي كانت مطالبه هي مطالب النزاهه والعداله والشفافيه. الازمه دي هتكشف لك ناس كتير جدا، هتكشف لك اكاذيب كتير جدا عاشوا عليها جماهير انديه منافسه من فكره مجاملات التحكيم المصري للنادي الاهلي. فسبحان الله لما تحصل الازمه عشان النادي الاهلي رافض تحكيم مصري في مباراه مصريه. لما الاهلي راح يلاعب المصري البورسعيدي في السوبر في الامارات، الاهلي طالب بتحكيم اجنبي، فحسام حسن المدير الفني وقتها لفريق المصري البورسعيدي قال ايه في ايه يا جماعه؟ ده المفترض انا اللي طالب. لا، المفترض النادي اللي بيسعى للعداله والنزاهه والشفافيه بس بجد، مش دغدغه مشاعر جماهير، مش شماعات فشل عن تحقيق بطولات، هو اللي بيسعى ان يكون في تحكيم اجنبي. والنادي اللي كان بيشتكي من قبلها بايام في مؤتمر صحفي رسمي من شده ظلم التحكيم المصري في وجهه نظر، احنا عارفين وجهه نظرهم هي ايه؟ هي ان انا بطالب باكتر من حقي عشان يوصل لي برضه اكتر من حقي، هو ده العدل عندهم. فيشتكي من التحكيم المصري ويصر على التحكيم المصري بدل ما هو اللي يصر على مطالب تحكيم اجنبي. الازمه دي كشفت اعلاميين ادعوا الحياد على مدار سنوات، وظهرت الازمه ان هم لا محايدين ولا حتى موضوعيين، هم متعصبين شديد الانتماء للون الابيض، ولكن حتى ما عندهمش الجرأه ان هم يعلنوا انتمائهم ده، في خداع لجماهير كرة القدم المصرية. الأزمة دي كشفت ناس كتير جدا جدا هنتناولها على مدار الحلقة، وهنكون معاكم باللائحة وبالقانون وبكل شيء موضوعي، لأن ده طول الوقت يا فارس هدفنا من البرنامج. ما عندناش حاجة نقلق منها، لأن طول الوقت احنا عاوزين نطبق اللوائح وعايزين نطبق القوانين. هاخد من كلام أسامة وأقول لك في فكرة ما عندناش حاجة نقلق منها. وأنا من اللحظة الأولى قلنا هنا يا جماعة لا نتهز ولا نقلق، ولا النادي الأهلي في موقفه عنده حاجة يقلق منها، لأن أنت قرار عدم لعب المباراة نتيجة تمسكك بوجود حكام أجانب ده هو القصة اللي بتنظر. البعض اللي حاول ياخدك لقصة تانية ده مردود عليه. وأنا هنا عايز أقول حاجة، النادي الأهلي خد قرار في اليوم ده، مش مفترض إن أنا كأهلاوي نتيجة قرار النادي الأهلي خده أتعامل وتساهل مع فكرة حد عايزه يدفع أكتر من اللي المفروض يدفعه في القرار وحط تحتها 100 خط. البعض استغل إن جمهور النادي الأهلي غير أي جمهور. جمهور النادي الأهلي خرج وقال إحنا كان نفسنا برضو نكسبها. النادي الأهلي كان لديه قضية عادلة، وأنا عايز أؤكد إن النادي الأهلي لو هيدفع ثمن إن هو اتقال له من الرابطة بعد إعلان الجدول خلال ال5 أيام ومن يوم 5 مارس لحد المباراة هنجيب لك حكام أجانب، وخرج الخطاب بده، ورغم إن النادي الأهلي اعترض وقال وناقش إن يا جماعة الوقت ضيق وأنت ما تجبرنيش نتيجتها إن ألعب بحكام مصريين، اتقال لا هتلعب بحكام أجانب. فالنادي الأهلي كانت قضيته عادلة. فلو أنا كنادي أهلي يا سيدي نتيجة إن أنا صاحب مبدأ في وقت الكثيرون فيه ليسوا أصحاب مبادئ، فلو أنا هدفع ثمن ده وأخسر ال3 نقاط، أوعى تخلي حد يقول لك إن النادي الأهلي يدفع أكتر من اللي كان المفروض يتكبده.
ولا يتلاعب بيك ولا يقول لك يلا ما النادي الاهلي في الازمه دي يبقى تعالى بقى نروح، ما فرصه، ما الجمهور زعلان. لا، من اليوم الاول قلنا افصل ما بين ده وده. وانا عندي مشكله مع ان الناس مش قادره تفهم معنى القضيه العادله، واوعى تبيع لي بيعتك دلوقتي كنادي منافس او منتمي لنادي منافس ان انت صاحب قضيه عادله. واوعى تفتكر ان انا هصدقك، انا مش هصدقك، لان انا قلت يوم 11 مارس هو اللي كان سقوط مظلوميات اترددت على مدار سنوات، وصفتها بالدرديريات. يعني احنا بنقول اكتر من حقنا عشان ناخد اللي احنا عايزينه وبنبقى واخدين حقنا. فاوعى تصدق ان انا هصدق ده. انت في الموسمين اللي راح من النادي الاهلي الدوري فيهم باخطاء تحكيميه كنا بنوثقها هنا على شاشه قناه النادي الاهلي، كان اكتر جمله بتتكتب للواحد وبتتقال بعد كل فقره بتتعمل: اعملوا اللي تعملوه. يا متعه الاخطاء التحكيميه، هي دي اللعبه اللي بيلعبها عليك. هيقول لك النادي الاهلي هو الننوس دلوقتي، بس في وقت ما اللائحه كانت على مزاجه لا، كان بيضغط وبيسخر منك. كان كل التعليقات ان انت ضعيف ومستضعف وان النادي الاهلي مستضعف. هو بيلعبك اللعبه دي، وهو بيلعب اللعبه دي كان بيعمل مظلوميه في التحكيم الموسم ده، ويقول ان التحكيم المصري ابعدني عن المنافسه. هو اللي جري على صفاره محمود بسيوني على استاد القاهره عشان ياخد ال3 نقاط. هو عايزني اصدقه دلوقتي؟ عمري ما هصدقه. ولو اللائحه فيها عوار، وانا بقول اللائحه فيها عوار طبعا في طريقه صياغتها، اوعى تفتكر ان انا هبقى ساذج اقول لك ايه لا اخصم مني ال3 نقط التانيين كمان. لا طبعا، انا عندي لائحه هتمسك بيها، وعندي لائحه العيوب اللي في صياغتها هتمسك بيها، ومش هسمح لك انك تاخد مني اكتر من حقي، لان كمان انت عندك الات واذرع اعلاميه بتحاول تزق معاك. ناس ساكته على مدار سنين في كل القضايا، صحيوا النهارده اكتشفوا ان في حاجات بتحصل واللوائح وتطبيقها. وانا من بدري بقول لكم هم اصحاب اجنده. اكتر واحد قال لكم في المكان ده هم اصحاب اجنده، من اليوم الاول اصحاب اجنده، ومن اليوم الاول عندهم توجه، ومن اليوم الاول بيحاول يمرر قناعاته. النهارده ده بيتعمل، والنهارده بيستفيد من سنوات بيحاول يبني فيها انه لما يقول راي تلاقي عندك مصداقيه. خدوا بالكم من الناس دي، والنهارده هنكشف لكم كل كلمه اتقالت وكل تناقض اتقال يا اسامه. اكيد، لان الحقيقه انا لما قلت كشف اعلاميين كتير جدا لقيت من اول الازمه كده، وهنا لا مجال لتصفيه الحسابات الشخصيه ولكن مجال للنقد، مجال لاعلام الناس، لتوضيح الرؤيه. لان من 11 مارس تتابع كل الاعلاميين اللي بيدعوا الحياد، لان انا لا اؤمن بالحياد. كل واحد لازم يكون موضوعي اذا اراد، وفي بعض الناس بتكون منحازين بموضوعيه، وفي بعض الناس بتكون منحازين ايا كان منطقهم اذا كان عندهم منطق اساسا. فتلاقي على طول الخط الانتقاد للنادي الاهلي، الانتقاد لموقف النادي الاهلي، ان النغمه تطلع او يبداوا يظهروا لما يحصل حاجه مش على مزاجهم وتكون بتخدم مصالح النادي الاهلي، لما يجتزئوا وياخدوا مكتوفي الايدي او غله ايديهم. بيفكرني فيلم كده يدي شلت يدي انها سليمه انها سليمه. فالحقيقه خدوا الجزء ده وسابوا باقي الحيثيات تماما. ليه؟ لان هم خلاص هدفهم من 11 مارس واضح، احنا محتاجين اكثر ضرر يصيب النادي الاهلي. واوعى تتخيل ان احنا هنا كاهلاويه نطلع نقول لك النادي الاهلي استفاد الاستفاده اللي يستحقها. بالعكس، النادي الاهلي الاكثر تضررا في ازمه لقاء القمه، والنادي الاهلي دفع ضريبه ان هو متسق مع ذاته، دفع ضريبه ان هو عاوز يطبق العداله في منظومه كانت بتدفعك دفعا للبعد عن العداله، في منظومه طلع منها عضو مجلس اداره اتحاد كره قدم شارك في ال4 جولات الاولى وقال لك عندي ما يثبت ان الدوري موجه لنادي بيراميدز. فاوعى تفكر ان موقف النادي الاهلي ده اللي دفع ضريبته في القرارات اللي هنتناولها ما حاولش يوصلك ان هو يوقف بقى التوجهات دي.
فوق بقى شويه ووقف الاخطاء التحكيميه دي، في ضريبه بتدفع. هل حد تاني دفع ضريبه بالظلم؟ على الاطلاق. نادي الزمالك خد ال3 نقاط. هل نادي الزمالك منافس للنادي الاهلي على مركز الوصافه او على نادي بيراميدز على مركز الوصافه؟ بالعكس، ده نادي الزمالك كان شايل بيراميدز من على الارض شيل عادي جدا، والتضامن عادي جدا، والمحبه عاديه، والروح الرياضيه معديه لدرجه ان كانوا يفتحوا شارع بين الناديين عادي جدا، مفيش ادنى مشكله. بس عشان نكون منصفين، نادي الزمالك قال لك لا، ما هو انا مش قصتي مركز، انا قصتي العداله. ما هو انت لو قصتك العداله والله كان زمانك انت اللي من الاول بتطالب بتحكيم اجنبي مش الاهلي. يعني كان زمانك انت اللي بعد ما عملت المؤتمر اللي وقف فيه ميدو 18 دقيقه يتكلم عن التحكيم المصري يخاطب الرابطه ويقول لهم احنا عايزين طاقم تحكيم اجنبي. لكن ده ما حصلش. اللي حصل ان النادي هو اللي طالب بطاقم تحكيم اجنبي، هو النادي الاهلي. فالناس تاخد ايه بقى؟ تاخد لك جزء، تجتزئ، تقول لك اصل مكتوف الايدي، يا لو الماده 63 فقره 2 دي ما كانتش موجوده كان الاهلي اتعاقب. لا، انت اصلا مش قادر او مش عاوز تناقش اللائحه، مش عاوز تشير على رئيس لجنه المسابقات الاستاذ طه عزت. انا عايزكم تتخيلوا كده لو شلنا اسم طه عزت وحطينا اسم عامر حسين او اي اسم اخر، يا راجل ده في دوريات كانوا بينسبوها لعامر حسين. فكان ايه اللي هيحصل من الاعلام؟ كان ايه اللي هيحصل من ميدو؟ كان ايه اللي هيحصل من نادي الزمالك؟ كان هيعدل الامر كده خالص، كان هيبدا الانتقاد. لكن اسال بقى نفسك، هو ليه رئيس لجنه المسابقات في الرابطه ما بيتمش انتقاده؟ عارف ليه؟ لان هو جه وبدا بالخطا اللي يريحهم في 15 مارس لما اخترق اللوائح، او بمعنى اصح حاول يخفي عوار اللائحه اللي هو وضعها على حساب النادي الاهلي، على اساس ان احنا هنقبل بده، على اساس ان احنا اعلام او انديه ما بتقراش. لا، اقروا، احنا بنقرا كويس قوي وعارفين كويس قوي بنطالب بحقوقنا ازاي، ومش عايزين اكتر من حقوقنا. وعشان كده لما نروح لقرار لجنه التظلمات وللحيثيات هنوضح لكم ايجابيات وسلبيات وواضحين جدا. وطول الوقت احنا هنا على الشاشه دي بننتقد ذاتنا وبنقول عايزين نصلح، عايزين لو في سلبيات ناخد بالنا منها، واكيد في سلبيات طبعا في الموقف وهنقولها وهنصلحها، لان ده النادي الاهلي لا بيضحك على جماهيره ولا بيدغدغ مشاعرهم ولا بيعلق شماعات الفشل دي في انديه اخرى. الانديه الاخرى دي انا بشوف انها على المستوى الاعلامي بتجد، وعلى مستوى بعض الاداريين الموجودين فيها بيجدوا ضلتهم في مثل هذه الاحداث. ليه؟ لان انا كاهلاوي اقعد هنا اقول لك ما تركزش في الكلام ده، اقول لك ما تخليش حد يشتتك، اقول لك هناخد الدوري في الملعب في عز الازمه. الحلقه اللي فاتت بقول لك ما تخليناش نتشد لتحت، احنا ما تتهزش، ده ضغط بيتعمل، ده ناس عايزه تشدك لحته بعيده عن المنافسه. هو اصلا ما عندوش منافسه يا باشا، هو قاعد فضيلك، هو عنده حاجه ينافس عليها؟ هو اللي كان بيوعد جمهوره بشيكات يجيب بيها لعيبه جاب حد؟ ما هو ما جابش حد، فهو قاعد فضيلك. هو قاعد يتكلم دلوقتي في اللوائح اللي ما انصفتوش، قاعد يكلمك في عداله تحكيميه، نفس ما هو زي ما كان بيعمل مؤتمر وبعد كده يلعب بالحكم المصري، هي نفس الفكره. هو بيحاول ياخدك لحته يروح عند جمهوره بيها ان انا في ازمه اقف معايا، مع انه هو جزء من صناعه الازمه، بل هو اللي صنع الازمه اصلا. لما الرابطه قالت لك كان يهدف للمزيد، ده على النادي الاهلي، انا ما شفتهاش في التاريخ ده يا جماعه، ان النادي الاهلي يهدف للمزيد من تحقيق العداله وتكافؤ الفرص لكافه الاطراف. في رابطه تقول لي نادي تاني يا جماعه ده النادي ده اللي انتوا عاملين مشكله معاه كان يهدف لتحقيق العداله ليك وليه؟ فانت تقول له لا انا مش عايز عداله، مش عايز عداله، ما تقوليش كلمه عداله دي خالص، مش عايز عداله، مش عايز اشوف عداله. فليه بقى احنا هنكلمك باللائحه وبالورقه والقلم؟ عشان ايضا موقف النادي الاهلي ما يطلعش في النهايه ان هو المستفيد. النادي الاهلي لم يكن مستفيد، النادي الاهلي يا جماعه ما خافش من المنافسه. انا الموقف ده ما اتحطيتش فيه هنا كاعلام اهلي عشان انا كنت خايف اروح العب الدريم تيم بتاع الزمالك فريق الاحلام. لا طبعا ما حصلش. انا ما رحتش قلت الاتوبيس عطل وخايف اروح الماتش، كل ده ملوش علاقه بالحقيقه. انا كنت عايز العب بظروف تحقق العداله، بس كل ذنبي ان الطرف الثاني ما هوش عايز العداله اصلا. قرارات لجنه التظلمات التي صدرت بالامس وكما توقعناها وزي ما قلنا لكم ده اللي هيحصل، مش تغولا ولا افتئاتا
ولا اي شكل من اشكال التدخل في صلاحيات اللجنه، ولكن هو توقعا وقراءه للوائح. لجنه التظلمات قررت اللجنه اولا قبول التظلمات الثلاثه شكلا لتقديمها في الميعاد المقرر وسداد الرسوم. في الموضوع التظلمات بعد جواز نظر التظلمات المقدمه من النادي الاهلي للرياضه البدنيه ونادي بيراميدز ونادي الزمالك للالعاب الرياضيه، القرار الصادر من مجلس لنهايته القرار الصادر من مجلس اداره رابطه انديه القسم الاول بتاريخ 30/3/2025. يبقى التظلمات والقرار الصادر من الرابطه بتاريخ 13/3. توصي اللجنه اولا الغاء المادتين 62 و63 من لائحه مسابقات الرابطه بكافة فقراتها لمخالفتها لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لسلبها اختصاص لجنة التظلمات واللجان عامة. ثانيا في غير الحالات القهرية تعدل لائحة مسابقات اتحاد الكرة المصري الفقرة 51 فقرة 2 ألف باء والمادة 17/4 من لائحة رابطة الأندية بشأن الانسحاب من المباراة بخصم 6 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم، بالإضافة للجزاءات الواردة بهما الفقرة 1.3 من المادة 51 و17/8، لذلك حفاظا على الأموال وانتظام المسابقة واحترام الجماهير. على رابطة أندية القسم الأول مراعاة لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عند وضعها للائحة المنظمة لعملها بما لا يتعارض من تلك اللوائح. مراعاة عمل القرعة سواء الدور الأول أو الثاني علانية بحضور كافة الأندية المشاركة في البطولة درءا للشبهات. على جميع أطراف المنظومة الرياضية وعناصر اللعبة إعطاء الثقة لمنظومة التحكيم المصرية ومناشدة الأندية المكونة للمنظومة الرياضية إعلاء المصلحة الوطنية والعمل وبث روح التعاون. طيب هنا في نقاط يا أسامة مش أنصفت الأهلي، رغم كل ده أنا بشوف إن كل النقاط أنصفت النادي الأهلي. ليه كلها؟ بالكلية. لأنها استندت للائحة. عارف لو جت أدانت النادي الأهلي بس قالت مفيش لائحة استندت إليها الرابطة ولجان المسابقات في اتخاذ قراراتها، أنا كان هيبقى عندي مشكلة. أنت ممكن تيجي تقول إن مفيش لائحة ادت الحق في ده، إنما حتى المواد اللي مش عاجبة البعض وده أنت حر. يعني انت ممكن تشوف ان المواد 17/4 و5 و6 و7 و8 كان مفترض تكون موضحه بالكامل لحالات الانسحاب وذاكره نصا لحالات الانسحاب. انا ما عنديش مشكله انك تشوف كده، هو مين قال لك؟ بس هي بتقول اللائحه التي تم وضعها بصوره مطلقه، اللي هو انا مش عارف هيستفيد منها الاهلي ولا هيستفيد منها الزمالك ولا هيستفيد منها بيراميدز ولا هيستفيد منها فارس ولا هيستفيد منها اسامه، هي نفسها فيها عوار. بس هل حد كان يدرك ان النادي الاهلي هو اللي المواد دي هتكون في صفه في ازمه او يقدر يستند اليها في صفه؟ لا طبعا. ده كان شيء غير معلوم بالضروره، محدش يعرف. فلما انا اجي اقول ان الغاء الماده 2 و63 اللي يا جماعه احنا قلنا هتمنع لجنه الاستئناف من ان هي تاخد قرار، طب ما تتلغي. انا ايه مشكلتي كنادي اهلي؟ طب ما السنه اللي فاتت ممكن فريق كان يستفيد من قرار تاني موجود. السنه اللي فاتت ممكن فريق يستفيد من ماده في اللائحه خلت حاجه حصلت معينه في الوقت ده كان مستفيد بيها. السنه الجايه لما تتعدي النادي الاهلي ممكن استفاد من ماده موجوده في اللائحه السنه الجايه ما استفدش فيها. انما الاصل في الموضوع يا اسامه ان اتقال ان ده ماده موجوده في اللائحه، يبقى ما حدش يقدر يقول ان القرار لم يستند لنص، القرار استند لنص. اما بقى فكره ان اللوائح ترجع للوائح الدوليه وان ما يكونش في مواد محصنه اللي هي برضو الماده 62 63، احنا ما عندناش مشكله. نقدر يا اسامه برضو نشوف المواد اللي هي استندت اليها الرابطه. لا انا عايز اروح خلاص احنا الناس عرفت الماده 63. طيب الماده 63 فقره 2 ده سريعا اللي هي الماده التي ذكرت ان في ظروف القوى القاهره والظروف الطارئه تعتبر مثل هذه القرارات نهائيه، قرارات الرابطه وبتة ولا يجوز الاعتراض عليها واستئنافها امام الجهات القضائيه والتحكيميه. احنا ناس هنا يا اسامه بنحترم نفسنا على الشاشه. طبعا. قلنا ايه في الماده دي المره اللي فاتت فيما يتعلق بالقرار؟ ان هي هتمنع. عارف الناس اللي كانت بتقول وبتروج لفكره لجنه التظلمات هتطلع قعده المباراه، قلنا مش هتعيد المباراه يا جماعه لان قرار الرابطه محصن. الناس زعلت مننا. طبعا. وانا بقول لك الجمهور قال لنا، قلنا يا جماعه في فرق، واسامه لازم نوضح دي. لو النادي الاهلي تحرك تجاه الاتحاد الدولي واللي اقرته ليه لجنه الاستئناف يحق ليه ايه؟
حقه ليه؟ ده الملف ممكن يتفتح من الاول. تمام. انما احنا هنا كنا بنستند على ايه؟ على قرارات لجنه التظلمات وفق اللوائح الموضوع. ده اللي مين ما عملهوش يا اسامه؟ لا، ما فيش حد بيعمل الكلام ده غير النادي الاهلي. لكن تمام. انا عايز اقول برضو نقطه تانية مهمه جدا. الناس خدت جزء واحد فقط لا غير. وبالمناسبه بالنسبه للماده 62 و63 انا مش مع الغائهم بالكليه، انا مع فكره يتشال الجزء الخاص بالتحصين. عادي جدا، انت كرابطه ممكن انت يعني تفسر لوائحك بشكل طبيعي، ممكن تحط ظروف وتفسرها انت بشكل طبيعي، ولكن شيل جزء التحصين ده لان ده يكون حق مكفول لكل الانديه، لان لو النهارده معايا ما بكره تبقى عليا. باختصار شديد جدا يعني. فشوفوا الوضوح بقى. تعالى اقول لك الوضوح الاكتر. الناس او الاعلام او الزملاء تناولوا قصه مكتوفي الايدي وغله ايديهم. ليه؟ لان اللائحه 63 فقره 2 وحطوا الازمه في النقطه دي فقط لا غير. لا خالص. لا يا صديقي، القصه مش كده خالص. القصه ان احنا قضيتنا من البدايه هو التوصيف الخاطئ لمفهوم الانسحاب، وقلنا اسباب اللائحه دي اتحطت بالشكل ده ليه. الاهلي طول عمره بيروح الماتشات. شوفوا الفريق اللي ما كانش بيروح ماتشات الفتره اللي فاتت اتعملت له اللائحه دي ليه. فتعالى نقرا الحيثيات ونستعرض الحيثيات، واحنا بينا وبينكم ايه الكلام بوضوح عشان ما نطلعش نقول كلام من وحي الخيال. عندنا حيثيات ونقطتين مهمين جدا، وهنستعرض النقطه الثالثه برضه. عندي اول حيثيه لو هستعرضها على الشاشه. من جماع ما تقدم فان القرار الصادر من مجلس اداره رابطه الأندية المصرية بتاريخ 30/3/2025 هو قرار نهائي وبات لا يجوز الاعتراض عليه واستئنافه أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية كما جاء باللائحة المعدلة للائحة المسابقات في موسم. خد بالك بقى. لا لحظة، ارجع تاني خلاص، ارجع تاني اللي احنا واخدينها. قال لك إيه؟ كما جاء باللائحة المعدلة للائحة المسابقات في موسم 2024/25. يبقى اللي كان بيضحك عليك ويقول لك اللائحة ما اتغيرتش قول له أدي قرار لجنة التظلمات، والتي كان يتعين على الأندية الاعتراض عليها في حينه. يعني إيه؟ يعني اتعرضت على الأندية وما اعترضوش، يعني العقد شريعة المتعاقدين، يعني وافقوا، يعني خلاص يا جماعة نطبق بنودها. فضلا عن أن الرابطة أعطت لنفسها الحق في تقدير القوى القاهرة والظرف الطارئ. هتلاقيهم طول الوقت يستبعدوا كلمة الظرف الطارئ ويروحوا للقوى القاهرة يقول لك يا جماعة احنا حصل عندنا بركان، هو احنا حصل عندنا زلزال. بس بعد الماتش ربنا يعافينا يا رب. ومن ثم فقد غلت يد لجنة التظلمات عن نظر تلك التظلمات، فضلا عن ان اللجنة لا يحق لها طبقا لاختصاصها ابطال او الغاء بند في لائحة اقرته الاندية وتلاقت ارادتهم على شرعيته او تفعيله، وهو ما تقضي معه اللجنة طبقا للائحة المسابقات المعدلة. تاني بيأكد لك عشان لو مش واخد بالك 2024/2025 بعدم جواز نظر التظلمات. هات لي اللي بعدها من الحيثيات الثانيه. هم هنا وقفوا عند غلة ايديها فقط لا غير، لكن ما راحوش ان الانديه وافقوا وان اللائحه ما تعدلتش. لا ده هم على طول الوقت. دي الاساسيه بالظبط. ومن جماع ايضا ما تقدم فان لجنه التظلمات تقف مكتوفه الايدي، مره غله الايدي ومره مكتوفه الايدي، من مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول، وهو ما دعاها لاستدعاء مدير إدارة المسابقات بالرابطة الأستاذ طه عزت لإيضاح النقاط الهامة باللائحة والفاصلة في أمر التظلمات الثلاثة، والذي أيد ما جاء بتلك النصوص من المواد المستحدثة. بيعيدها لك ثالث. وأن مجلس إدارة الرابطة هو الذي له حق في تفسير مواد اللائحة المعدلة واستخدام صلاحياته الواردة بها، والتي تعلمها جميع الأندية المشاركة. إمتى بقى؟ 19 أكتوبر 2024 قبل إجراء القرعة دون اعتراض منهم على ما ورد بها. وأضاف أن المادة التي طبقت على النادي الأهلي بشأن مباراته أمام نادي الزمالك هي المادة 17 فقرة 4 من قبل إدارة المسابقات السابقة الإشارة إليها. حلو قوي الكلام ده. ارجع لي بقى لأن دي نقطة مهمة جدا. شفت الحيثيات؟ شفت الوضوح؟ مش طالعين بنجتهد، جايبين لك النص. شفت ان اللائحه استحدثت واتذكر تعديل اللائحه الموسم 2024/25 كم مره؟ شفت ان الكلام ده وقع عليه الانديه بتاريخ 19 اكتوبر وقبل القرعه؟ شفت القصه دي؟ هم راحوا بقى لاول واحده من التوصيه، ما راحوش لتاني نقطه من التوصيه. لو معانا تاني نقطه من التوصيه اللي كانت بتستعرض منذ قليل نستعرضها عشان نقول لهم يا جماعه بلاش تشوفوا بعين واحده، شوفوا بعينيكم الاثنين. بلاش التعصب يعميكم عن ان انتوا
تعلموا الناس بالحقيقه، دور الاعلامي هو اعلام الناس بالحقيقه. ثانيا، في غير الحالات القهريه تعدل لائحه مسابقات اتحاد الكره المصري بالماده 51 فقره 2 الف وب، والماده 17 فقره 4 من لائحه رابطه الانديه بشان الانسحاب من المباراه بخصم 6 نقاط مباشره دون الانتظار. واضحه؟ لو لجنه التظلمات وهم ساده قضاء اجلاء مش شايفين العوار اللي في ماده 17 فقره 4 كانوا غضوا الطرف. احنا لما اتقال يتم الغاء الماده 62 و63 لسه من لحظات انا وفارس قلنا ايه؟ الغيها. بالظبط. شيل التحصين. ليه؟ لان احنا مع العقل والمنطق. فاشمعنى لما لجنه التظلمات قالت لكم ان في عوار في لائحه طه عزت في الماده 17 فقره 4 ما رحتوش ليها؟ لا، قبل استعراض الماده يا اسامه ما هو بيقول لك تعدل. طبعا ده اللفظ ده يخلص كل حاجه. تعدل عشان تبقى ايه يا جماعه؟ بس قبل استعراض المواد، لان الحته دي والله العظيم فيها القصه تكون كلها. واضحه ولا يمكن تاويلها. لا معلش، قول. شوف بيقول لك ايه يا اسامه بالظبط في حته تعدل. قال لك تعدل في غير الحالات القهريه تعدل لائحه المسابقات الماده 51 فقره والماده 17 4 من لائحه الانديه بشان الانسحاب في المباراه بخصم 6 نقاط. هذا اقرار ضمني ان الماده الموجوده ما كانش فيها ايوه 3 نقاط. اصل هو قال إضافية. لك يا اسامه امبارح الاعلام كله بيتناول ان اللجنه في قرارها قالت ان انا ايدي مغلوله، ولكن لو مش مغلوله كنت قلت ان هي 6 نقاط. ما ده اللي احنا بنستعرضه. هي اصلا سيبك من الماده، انا بقول لك راي اللجنه مش الماده موجوده ايه، هي راي اللجنه نفسها قالت ان هي 6 نقاط. ايوه، ما ده اللي هنستعرضه في اللوائح، لان لجنه التظلمات يقينيا عندها قناعات ان الحاله اللي تنطبق على النادي الاهلي هي ماده 17 فقره 4، وماده 17 فقره 4 تتوقف عند فقط لا غير اعتبار الفريق الذي لا يذهب للملعب مهزوما 3-0. تعالى بقى عشان اقول لك ليه الاستاذ طه عزت هو سبب المشكله دي من 15 مارس. دي الماده 17 من 17/1 ل 17/8 اتحداك تطلع لي توصيف للانسحاب الا في ماده 17 فقره 7. لو طلعت توصيف اخر للانسحاب يبقى اخصم من النادي الاهلي بطولات نقط الدوري كلها. 17/7 يعتبر الفريق منسحبا من المباراه في حال ترك الفريق خط الملعب كظاهره احتجاج وامتناعه عن العوده لتكمله المباراه، والحكم ان يعطي المهله القانونيه 15 دقيقه للفريق الممتنع عن تكمله المباراه، فاذا لم يعد لاستئناف اللعب ينهي الحكم المباراة ويعتبر الفريق في هذه الحالة منسحبا، وتحتسب النتيجة 3-0 لصالح الفريق الآخر ما لم تكن نتيجة المباراة أكثر من ذلك، النتيجة المباراة الفعلية أكبر من ذلك. شوف 17/8 اللي هي معطوف عليها، وإذا اعتبر بقى الفريق منسحبا يعمل إيه؟ اخصم منه 3 نقط. يبقى الوصف عندك هنا في 17/7. هل شفتها في 17/1؟ هل شفتها في 17/2؟ هل شفتها في 17/3؟ هل شفتها في 17/4 أو 5 أو 6؟ فتفسير طه عزت ده تفسير يخصه، ما يخصناش. ولا دخل على القضاة. ليه؟ لأن لو دخل على القضاة ما كانوش قالوا عدل يا باشا 17/4، وضح لي يا باشا مادة 17/4. أنا ماليش علاقة إن أنت تحط لي توصيف للانسحاب في 17/7 وتيجي تقول لي يعني هو العقل والمنطق. العقل والمنطق إنك ما تروحش المباراة وما اخصمش منك نقاط. مين قال لك إن أنا بتكلم دلوقتي بعقل أو منطق؟ أنا بتكلم بموضوع مهم جدا وهو اللائحة. اللائحة، طب ما أنا عندي اللائحة السنة دي، لو لا قدر الله الأهلي تساوى مع بيراميدز في عدد النقاط هيحسمها إيه؟ أهداف. السنة اللي فاتت كانت إيه؟ مواجهات مباشرة، ما السنة دي الاتنين قابلوا بعض دور أول ودور تاني. هل حد يقدر يتكلم؟ هل حد يقدر يقول إن لا احسبها لي، ما تبيع لي بسعر زمان يا معلم؟ هاتها لي باللقاءات المباشرة يا معلم؟ مفيش الكلام ده. يا جماعه انتوا ازاي كده؟ ازاي بتقودوا راي؟ ازاي بتخاطبوا الناس؟ لو مش عارف اتعلم. لو تجهل زي ما اتقال بالظبط ان الانديه تجهل اللوائح من لجنه التظلمات، وان اساسا القانون بيقول لك يعني مش هتقدر تستفيد بجهلك ولا عذر لجهلك، دي اتقالت في الحيثيات. فبما انك تجهل اقرا. النادي الذي يجهل يقرا. لا عذر لجهلك، موضوع واضح وصريح. فانك تمسك بقى في مغلوله الايدي ومكتوفه الايدي وتسيب لنا القصه الاساسيه، لا الموضوع كده يبقى فيه نوع من انواع الابتذاء والتضليل.
وعشان قلنا لكم احنا منصفين في حيثيات رفض طلب النادي الاهلي باعاده المباراه. اتقال ايه؟ اتقال ان الاهلي لم يرسل خطاب رسمي وقت اعلان جدول الدور الثاني، خطاب رسمي وقت اعلان جدول الدور الثاني، ولا اعترض في حينه. وانا مع المبدا ده، ونتعلم بعد كده ان القصه تمشي بالشكل الرسمي ده. والتحكيم الاجنبي خلال الفتره الزمنيه يبقى انت بقى عندك الرابطه بتوعدك ما بتوعدكش، جنب ده. اتقدم بطلب رسمي، والنادي الاهلي عمل ده بعدها في الموقف بتاع بيراميدز لما غير لكن في نقطه الحكام. اهم بقى في الحته دي بينا. في الحيثيات دي، عشان ايه سجلناها علينا وسلبيه. تيجي تقول لي في مباراه 28 مايو تحاول تفكر انك تاجلها، اقول لك انا اسف، اللجنه التظلمات ادتنا الدليل، انت ما اعترضتش في حينه يا باشا، فالمباراه تلعب في موعدها. امين. اسامه، في حته فيما يتعلق بالمواد 17 من 4 ل 17/8 ونقولها بصراحه، لان القصه لا تتعلق بجهل الانديه بل تتعلق بجهل الاعلام لحد دلوقتي. وعلى فكره مش هنستعرض اللائحه بتاعت الموسم اللي فات، لان انا عندي وجهه نظر. هو انا مش عندي لائحه السنه دي بالظبط. السنه اللي فاتت 2-0، السنه دي 3-0، عيب قوي اقعد اقول اللائحه اتغيرت. خليني يا عم في اللائحه بتاعت السنه دي. نقول لك الطرح والسرديه الزملكاويه بشكل واضح وصريح، ومن صار على خطاها من الاعلاميين، ان ايه يا اسامه؟ ان الماده 17/8 تنسحب على كل حالات ما قبلها، من 17/4 ل 17/7 ثم 17/8 تنسحب اذا اعتبر الفريق منسحبا 3-0 في المباراه وخصم 3. انا عايز اقول، انا بسالك والله العظيم بكل تجرد جاوبني، ده اجتهاد ولا كلام في نص؟ اللي بيقول كده، لا، اللي بيقول الماده 17/8 بتنسحب على كل ما قبلها، ده اجتهاد ولا نص؟ ده اجتهاد. طب النص ايه؟ الماده الوحيده، الحاله الوحيده اللي اتقال فيها منسحبا 17/7. انت ليه عايزني انا كطرف في نزاع معاك؟ ده حتى يا جماعه في الامور القانونيه وفي القضاء وفي كل حاجه، اجي انا اقول لك ان تاويل 17/4 و15 و6 كل دول ايضا انسحاب. احنا عشان كده راهنا قلنا يا جماعه اللي عنده اي توصيف للانسحاب غير 17/7 يطلعه. عوار الاستاذ طه عزت يتحمله الاستاذ طه عزت، واذا كان من شان الاستاذ طه عزت طبقا لبعض المواد ان هو يفسر اللائحه بتاعته، فمن شان مجلس اداره الرابطه ان هو يفسر اللائحه بتاعته. بس انت عارف هو كان حاططها ليه كده؟ ها؟ تعبتني معاك والله. عايزين نطلع فاصل يا عم في خيالك. يلا بينا فاصل. فالامر واضح وصريح. 15 مارس كان باطلا قراره، وبالتالي الرابطه قدرت تنقذ الموسم بانها تصحح ما كان باطلا في 15 مارس، وان تعتمد كاعلام او كنادي اخر على فكره مكتوفه الايدي وغله الايدي وتترك التعديل الواضح في ماده 17 فقره 4، يبقى انت بتضلل الناس او مش قادر تفهم ومش قادر تتلقى رساله لجنه التظلمات ان الجهل ليس مسموح به العذر. نشوفكم بعد الفاصل. لسه مكملين معاكم، وما تقلقوش الاعداد بيجمع هاشتاج في ظهر الاهلي، ورسالتك اللي انت عايز توصلها للجهاز الفني واللاعبين في المباراه المصريه بالتاكيد بكره امام النادي الاهلي. وحابين نوضح نقطه مهمه جدا يا جماعه، دايما كل واحد بيقوم بدوره، يعني الجهاز الفني واللاعبين في معسكرهم وقايمين بدورهم وعارفين واجباتهم كويس قوي، وعارفين انها مباراه محتاجين فيها اننا نطمن اكتر بالفوز باذن الله امام منافس قوي وقوي جدا. والاعلام ايضا بيقوم بدوره لما يكون في افتراء واجتزاء ومحاوله اظهار ان الاهلي تعد له اللوائح ويتم مجاملته على عكس الواقع والحقيقه، فلازم نرد. فعشان بس تكون النقطه دي واصله للناس، لان هتلاقي كمان سبحان مغير الاحوال، مجرد ما كانت الناس احترافيه وبتدير المنظومه باحترافيه تحولت لناس بيتم وصفهم بمصطلحات خلينا نقراها من احد المسؤولين في نادي الزمالك احمد حسام ميدو، اللي كتب النهارده ابعاد صعبه جدا عن نظام اداره كره القدم. طبعا كان كلام يعني صعب. مش جاهزه؟ لا مش جاهزه، كان كلام صعب وفي اساءات وفي تطاول. جاهزه يا معانا.
نظام إدارة كرة القدم في مصر عين عيال ملطوطة في مناصب مهمة غير مؤهلين عشان تعرف تتحكم فيهم وفي قراراتهم، عشان تعرف تجامل اللي انت عايزه، والنتيجة دوري فاشل ومن سيء إلى أسوأ، ومنتخبات ضعيفة ما فيهاش ولا لعيب هيكمل ويلعب منتخب أول، ومدربين ما لهمش أي علاقة بعلم التدريب الحديث، وجمهور معظمه مشحون في أتوبيسات، وإعلاميين بيطبلوا اللعيبة بعينهم علشان ولاد ناس مهمين، وكورة بصراحة يعني ما لهاش اي علاقه بالكره اللي بنتفرج عليها. ده كلام مسؤول في نادي الزمالك، العهده على دايما الراوي. احنا طبعا بنرفض هذا الكلام شكلا وموضوعا ومضمونا، لكن القصه دي بتصدر فقط لا غير لما بيكون الامر متعلق بالنادي الاهلي ومحاوله ان الكره متاخره عشان خاطر النادي الاهلي. لا، انا اسف جدا، أنا آسف جدا. النادي الأهلي هو الوحيد النادي اللي رافع راية الرياضة المصرية وكرة القدم المصرية في المحافل الدولية. النادي الأهلي ضمن 32 نادي بيشاركوا المشاركة الأولى في مونديال أمريكا، أول مشاركة. أندية لها تاريخ عريق في قارة أوروبا مش هتشارك المشاركة دي. النادي الأهلي هو اللي هيشارك. النادي الأهلي آخر 5 سنين موجود في 5 نهائيات دوري أبطال أفريقيا، فايز ب4. فعايز تحمل مشكلة المنتخبات، حملها لاتحاد الكورة، حملها للمسؤول عن منظومة اتحاد الكورة. النادي الأهلي أمام الفرق المغربية أنا آسف جدا خسر مرة واحدة أمام الوداد في بطولة من 90 دقيقة كانت بتلعب في المغرب، لكن ما دون ذلك أي فريق مغربي مع كامل احترامنا وتقديرنا ليهم النادي الأهلي بيطيح بيه خارج المسابقة. أي فريق شمال أفريقي، النادي الأهلي كسر عقدة شمال أفريقيا. فما ينفعش تيجي تحط لي فشل كرة القدم المصرية في فكرة المجاملات. ولو في مجاملات، الحقيقة المجاملات اللي بترفض يكون في تراخيص بشكل عادل، المجاملات اللي بتضع أندية في مكانة غير مكانتها الحقيقية، دي المجاملات. لكن ايه المجاملات اللي كانت بتحصل مع النادي الاهلي؟ ده النادي الاهلي في النهائي اللي المفترض يكون الاتحاد في ظهره كان الخطاب مخفي في الادراج، ورحنا لعبنا في المغرب. موضوع صعب جدا، وقصه بقى كل ما يطلع قرار مع النادي الاهلي فيقول لك بس اسمع يا عم فشل كرة القدم المصرية، عشان الاهلي بياخد حقه كرة القدم المصرية بتفشل. لا، هو الفكرة اختصار واجتزاء أي أزمة وتحويل مسارها في النادي الأهلي بصياغة إعلامية والمنافسين غير بقية القصص. ده اللي أنا مش قادر أفهمه. يعني ميدو وغيره أنا مش قادر أفهم، لأن شفت ميدو وشفت لاعب سابق في النادي الأهلي يعني انتقل إلى نادي بيراميدز، وكل الناس لها كل الاحترام يعني، ولكن أنا مش قادر أفهم. هو يا جماعة أنتوا بتصحوا الصبح تشوفوا النهارده بس بسم الله الرحمن الرحيم واعلاميين وغيرهم ان كرة القدم المصرية بقت في ازمة عشان قرار طالع بلايحة؟ انا مش قادر افهم. طب انت ليه لما جدول الدوري اتعمل الساعة 5، وبالمناسبة لجنة التظلمات في قرارها قالت ان القرعة طعم علنية وعشان درءا للشبهات. درءا لايه؟ للشبهات. طبعا. يعني انت ليه لما ده حصل محدش اتكلم؟ يعني انا احيانا بسأل نفسي كده، القرعة دي لما اتعملت الساعة 5 واحنا كاعلام في النادي الاهلي قعدنا نهاتي وطلعنا هنا نقول ان توقيت القرعه دي كان غريب، وان ترتيب القرعه دي غريب، وان فكره الذكاء الاصطناعي اغرب، وان مباراه الاهلي والزمالك ثم بيراميدز في ظل ان جمهورك ممكن يتعرض لايقاف اغرب، ومباراتين لبيراميدز ورا بعض في اسكندريه سواء الحرس وفاركو اغرب واغرب. طب انا بسال نفسي في الاوقات دي، هو حط بقى خد القاعدة دي وركز في الجملة دي كمتلقي، ليه لما احنا بيبقى عندنا اعتراض على قضايا تخص إدارة كرة القدم المصرية بلاقي نفسي رايحين لوحدنا؟ يعني كإعلام أهلي باجي أبص أدور على مين جنبي في الخناقة، ملاقيش غير الراجل الطيب ده أهو الناس هنا في قناة الأهلي. طب يا جماعة يا هو يا ناس، أي حد عارف كلمة حد ينده حد، والله العظيم حد ينده حد. مفيش إعلامي واحد بتلاقيه كده طالع يقول القرعه اللي نزلت الساعه 5 وانا شاكك، وايه قصه الذكاء الاصطناعي، ويا جماعه ده لا يجوز، والنادي الاهلي كان طالب تحكيم اجنبي، والنادي الاهلي لديه هدف واضح في طلب تحكيم اجنبي، وان اللائحه وان اعلان القرعه بالشكل ده مش هيديه الفرصه ان هو يلحق يجيب طاقم تحكيم اجنبي، فانت كرابطه واتحاد كوره لازم لصالح كره القدم المصريه. مفيش ده لوحدنا يا باشا، والله العظيم صحراء جنبك. تعالى بقى موقف زي ده تلاقي لاعبين سابقين واعلام طبعا. وميدو يطلع وكل الناس تطلع. طب كأنهم كانوا يعني إزاي؟ مش متابعين. وانا عايز اقول حاجه من ابناء الاهلي السابقين،
وانا هقولها هنا في قناه النادي الاهلي، واللي عايز يزعل يزعل من ابناء الاهلي السابقين. انا بشوف الزمالك في الازمات دي واحيانا في حاجات كتيره جدا ملوش حق فيها، والناس كلها رايحه يا اسامه لفكره تلاقي ده بيكتب وده بيقول وده تويته. احنا عندنا ده في ناس بتصفي حسابات. لا هو وفي ليه ناس احنا لوحدنا؟ لا وفي ناس بتظن انها الاهلاوي الحقاني. فانا بقول لا للاهلاوي الحقاني انا ما عنديش مشكله، والله انا يا ما عنديش أسامة ده مشكله. مهدف. عشان تكون حقاني لازم تكون ملم بالموضوع اللي هتتكلم فيه، والموضوع لما يتعلق بلوائح وقوانين لازم تبقى قاعد بتقرا لوائح او بتقول ان اللائحه يا جماعه اتغيرت. انا ما سمعتش يا جماعه اخر شهرين حد قال اللائحه اتغيرت، ما سمعتش حدش قال اللائحه اتغيرت الا احنا. اللائحه اتغيرت يا اخوان، يا عالم يا هو اللائحه اتغيرت. طيب شريف اكرامي طلع يتكلم، والحقيقه انا مش قادر استوعب هل ممكن يتم اخذ شهاده شريف اكرامي ازاي وهو مستفيد اول. نفس الكلام ده حصل من موسمين تقريبا. وبرضه مشكله الناس انها بتنسى احنا قعدنا قبل بدايه الموسم تقريبا بعض المسؤولين في الانديه بيكونوا رايحين عشان ياخدوا الكرواسون والعصير تقريبا، مش محطوط قدامهم القصه ماشيه ازاي، فبيروح ويوقع ويوافق ويقول امين وموافقه وبيرفع ايديه وبيجي بعد كده يحاول يشتكي. حصل الكلام ده وهقول لكم حصل ازاي واتحكم فيه ازاي برضه عشان تعرف اللوائح رايحه لفين. فاكرين الموسم بتاع سوارش لما جه في الاخر موسم 2022 2023 تقريبا، لما وصلنا لمباراه الوداد وتم اخفاء الخطاب. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كانت الرابطه اول موسم ليها عارفه كويس قوي انها ممكن ما تقدرش تخلص قبل 30/6 الدوري، لان هيبداوا كانوا مستلمين في اكتوبر فمش هيخلصوا قبل 30/6، والاتحاد الافريقي وقتها اقر ان يوم 30/6 لازم كل الاتحادات الاهليه تبعت لي الفرق المشاركه في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه البطولات. فقالوا بس خلاص نعمل ايه؟ اتفاق يا جماعه احنا هناخد الدور الاول هو اللي هيكون على اساسه الفرق المشاركه في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. احنا عملنا ايه؟ طلعنا في الاعلام يا نادي اهلي يا جهاز الفني يا لعيبه النادي الاهلي مفيش تهاون، القصه مش نفس طويل، عندنا 17 ماتش عاوزين نتصدر جدول الدوري الدور الاول، مش عايزين نتراجع في عدد النقاط حتى لو هنحقق الدوري بعد ذلك، لان ده مش هيخليك تشارك في دوري ابطال افريقيا. وانت عارف الميه للنادي الاهلي هي دوري ابطال افريقيا، انا عايش هنا، الهوا بالنسبه للنادي الاهلي هو دوري ابطال افريقيا، دي البطوله اللي بجد اللي بتوصلك كاس عالم الانديه، دي البطوله اللي بجد. فبالتالي طلعنا وحذرنا من البدايه، ليه؟ لاننا عارفين ومطلعين على اللوائح. لكن البعض كان شايف ان هناك مظلوميه. ليه بقى مظلوميه حصلت؟ لان مع نهايه الموسم الاهلي جاب بعد بطوله افريقيا وجاب سوارش، اما ريح اللعيبه لان شاف ان هو يريح اللعيبه دي حفاظا على المواسم المقبله ويضيع الدوري. ولعبنا بالشباب واحمد سيد غريب ومجموعه من اللعيبه مش متذكر اسماء بالتاكيد مع سوارش، فالنادي الاهلي طلع ثالث الدوري. نادي بيراميدز والزمالك تضامنوا، ما احنا قلنا يعني فتحوا الناديين على بعض من بدري. قال لك ايه؟ تعالى نشتكي ونطلع للمحكمه الرياضيه. عشان ايه؟ عشان احنا طلعنا تاني الدوري وعايزين شق مستعجل. فتعالى نستعرض اللائحه الاول عشان نوضح للناس الموسم ده حصل فيه ايه. تاريخ 29 يونيو عقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام اجتماعا اليوم بمقر الاتحاد، وجاءت القرارات كالآتي. شوف القرار اللي احنا بنتكلم عليه: الموافقة على اعتبار نتائج الدور الأول لبطولة الدوري لهذا الموسم هو معيار اختيار الأندية المشاركة بالبطولات الأفريقية، وسيتم الإعلان بعد نهاية جميع مباريات الدور الأول يوم 6/7/22، يبقى موسم 21/22. دي رسالة قبل ما ننقل على الصورة الثانية، دي رسالة لكابتن شريف إكرامي. ليه؟ لأن كابتن شريف إكرامي لاعب بيراميدز الحالي نفس الكلام بيتكرر، ما بيقروش لوائح برغم ان في اجتماعات، برغم ان في اتفاقات، ويجي يدعي المظلومية في النهاية بكلام معسول وكلام منسق فيبدو أنه منطقي، وإن كان في طبيعة الأمر أنه غير منطقي على الإطلاق، بل كلام سطحي لأنه لم يستند على اللائحة. شفت بقى القصه ماشيه ازاي؟ ويبدا يشكك في الضمائر ويشكك في الذمم ويروح لفكره الناصح الامين للمجتمع المصري وللرياضه المصريه. لا بص، هو انا عندي فكره، لو ننظر على استقامه الخط. تاني، لو كابتن شريف او اي حد هينظر، حط النقطه على امتدادها ونظر بقى بشكل مطلق، مش انظر على الكيف
او انظر بالمزاج او انظر بالشكل اللي يخدم مصالحي. يعني يا كابتن شريف، نادي بيراميدز الانديه كلها ماسكه ببعض وبتتكلم عن فكره اللعب المالي النظيف. 7 سنين فريق ما حققش بطوله. ايراداته بالنسبه لنا، انا شفت ميزانيه نادي الزمالك رغم اختلافي مع نادي الزمالك، عرضتها فعرفت اقول ده خسران، وعرفت اقول عملت دور الاعلامي وعرفت ان انا اجي اقول نادي الاهلي ايراداته في 2024 كذا، خسائره كذا، صافي الربح 68 مليون. نادي الزمالك كمنافس ليا عرفت اعمل ده معاه. تخيل، رغم كل بقى الاختلافات ووجهات النظر عرفنا نجيب نادي الزمالك صرف كذا وجات له ايرادات كذا وايراده ومصروفه كذا وكل بند واضح وعرفنا نناقشه. انا بصراحه مش عارف نادي بيراميدز، يعني 7 سنين بلا بطولات، مفيش ايرادات بالدولار من البطولات الافريقيه. اعتقد لو انت معني قوي بكره القدم المصريه كنت ممكن تبقى معني بفكره اللعب المالي النظيف. طيب تبقى معني بالتراخيص، لان عندنا مظلوميه لنادي غلبان نزل الدرجه الثانيه. استاذ محمد الطويله نادي نجوم المستقبل طلع قال ان انا خدت قرار وحكم من الفيفا بايقاف قيد نادي بيراميدز. فاعتقد ايضا لو احنا معنيين قوي بفكره العداله في كره القدم والتراخيص في كره القدم كنا ممكن نتكلم في حاجه زي دي. حاجات كتيره قوي ممكن نتكلم فيها. نجوم مثلا بيطلعوا من انديه منافسه لنادي الزمالك ويقولوا تصريحات صعبه جدا 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 ما بيقفش عندها على اللي حصل لهم في النادي. لا يطلع لا ويقولوا تصريحات حتى فيها تطاول وتجاوز على ناس كتير. يطلع كابتن احمد بلال يرمي اسقاط فقط لا غير، يوم كاتب تويت عن كابتن احمد بلال. طب والباقي؟ طب ده كان زميل. طب الباقي لو انت رافض كل ده ما ترفضه على الكل. هي نفس المنطق، الاجتزاء. وانا ببروز الصوره بقالي فتره، بس هو الاسوأ من كل ده مع احترامي وهذا ليس بجديد. كان في كلام واضح ايضا منه قبل كده عن فكره ان المنظومه وكره القدم المصريه وضعت بشكل غير مهيأ للتنافس او العداله. دي نظريه بتاعت حد تاني كان نفس الكلام ان منظومه كره القدم المصريه وضعت فيها او نظامها مهيأ ان نادي واحد او حد يكون عنده امتياز. دي نظريه بيرددها دايما واحد تاني. فشوفوا الافكار اللي داخله على بعضها افكار ايه، وربما هي ايضا بتعكس افكار الناديين ان افكارهم داخلين على بعض. يعني تمثيل الفكرتين فتحوا شارع ده شارع وافكار. النادي الاهلي اللي في السنوات الاخيره بيتفوق في افريقيا، وصل ل 13 بطوله، واقرب منافس ليه اقل من نصف عدد بطولاته، وبيلعب 5 نهائيات بيحقق 4، والنهائي الوحيد اللي ما خدوش كان بسبب الجواب. 13 دوري ابطال. والله يعني العظيم تصدق حلو، يعني ربنا يسمع ده فال حلو قوي والله. ونصف عدد البطولات، والنهائي الوحيد اللي خسرته كان نتيجه عوار في اجراءات من اتحاد كره القدم المصري. انا مش فاكر تقريبا وقتها اتقال ايه، مش فاكر وقتها كان كلام ايه، مش فاكر ان حد اتكلم ان هل النادي ده نظام موضوع ان هو محدش يقدر يكسبه وفي افريقيا كمان. لا ده انا اقول لك حاجه اهم، الخطاب وصل لبيراميدز وما وصلش الاهلي. وقال لك لا، ده قال لك بيراميدز على علم وتنسيق. وايضا دي من الحاجات انا مش معني مين وصل، لان الامانه في الكونفدراليه كان انك انت تستضيف. فقال لك بس بيراميدز ما قدرش يوافق. برضو انا عايز حاجه، لان الجمله دي اتقالتش قوي بالشكل ده. ده اتقالت ان النادي بيراميدز كان على علم، يبقى انت ليك اهلي ما كنتش على علم. لا، هو انت اعمل دورك كاتحاد كوره. وانا حاسس الازمه كلها ان الناس بتكلمنا في ادوارهم هم. يا عم اعمل دورك وسيب الاهلي يعمل اللي يعمله. ولكن بمناسبه القصه بقى بتاعه اعتماد النادي الاهلي يشارك في دوري ابطال افريقيا وهو كان في المركز الثالث، والوضع الواضح والصريح ان كان في لائحه وكان في علم لكل الانديه. ايضا الكاف نفسه وقتها اعتمد مشاركه النادي الاهلي في دوري الابطال، واتحاد الكره المصري تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف يخطر فيه باعتماد قرار اتحاد الكره الخاص بمشاركه ناديي الزمالك والاهلي في دوري ابطال، والتاكيد على قرار ترتيب فرق الدوري في حاله عدم انتهائه شان داخلي لاتحاد الكره. ده موضوع يعني ممكن يكون له يعني بعض شأن الداخلي بعض اللقطات، لكن خلينا نقول ما عندناش مشكله. انت من حقك كنادي تطالب طول الوقت من كل شيء، لكن تخيل رئيس او مدير لجنه التخطيط او ايا كان اسم لجنه الموجوده في نادي الزمالك اللي بترأسها ميدو، اللي بدأ يقول لك عن اللي بيديروا كره القدم المصريه كان هو
اللي وقتها بيقرا لوائح. تعالوا شوفوا ميدو قال وقتها ايه في قصه مشاركه النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا بعد ما خلص الموسم وهو ثالث الدوري. انتوا عارفين يعني 70% من انديه الدوري المصري وهم بيشاركوا بيبقى حلمهم من المشاركه في الدوري الممتاز هو التاهل لافريقيا. وجبت الورق بتاع الانديه المتظلمه او الانديه اللي بتقول ان هي من حقها ان هي تشارك في بطوله افريقيا، ابطال الدوري او الكونفدراليه، وراجعت اتحاد الكوره وحاولت اعرف واجيب وابص بعناية الكلام اللي بيتقال ده الناس دي عندها حق ولا لا. والحقيقه لقيت ان اتحاد الكوره قبل ما الموسم، والكلام اللي بقوله لكم ده هو الحقيقه، ان اتحاد الكوره قبل ما الموسم يبدا كان عامل لائحه للمسابقه منها بند بيقول ان الانديه المشاركه في بطوله افريقيا ابطال الدوري هتشارك، هيتم ارسالها بناء على نتائج الدور الاول. واللائحه دي ماضي عليها وموقع عليها مندوبي ال 18 نادي المشاركين في الدوري الممتاز. ممكن يكون بقى في انديه ما خدتش بالها من البند ده، دي قصه ثانيه، ولكن موقع عليها ال 18 نادي. احد المسؤولين السابقين في اتحاد الكره المصري كلم الانديه وتواصل معاهم وقال لهم افتحوا الموضوع ده وانا اقدر ان انا اجيب لكم حق المشاركه في البطولات الافريقيه في الموسم القادم، اعرف اجيبها لكم من الاتحاد الافريقي. اتحركوا، اعملوا شكوى في الاتحاد الدولي، اعملوا شكوى في الكاس والمحكمه في المحكمه الرياضيه، ونقدر ان احنا نشتغل على الموضوع. الناس اللي اشتغلت في اتحاد الكره ومسكوا مناصب في اتحاد الكره لسنوات طويله ودلوقتي بقوا موجودين في مناصب دوليه، ببقى مش مصدق ان الناس دي وهم موجودين في المناصب الدوليه ان هم شغلهم الشاغل محاربه الكره المصريه. تخيلوا ان ميدو لما سمع اشتغل صح، قال لك ايه؟ اروح اقرا اللائحه، فهل فعلا اللائحه تمنح بيراميدز حق المشاركه؟ قال لك لا، لقيت فعلا ان اللائحه معموله على مباريات الدور الاول، ولقيت ان الانديه عندها علم بمباريات الدور الاول. ده بس مش كده، ده كمان قال لك ده اللي اقنع بيراميدز ان هو يروح يقدم شكوى في الاتحاد الدولي والمحكمه الرياضيه مسؤول مصري سابق. وقتها كان مجلس اتحاد جمال علام. مين المسؤول المصري السابق اللي كان موجود وقتها في الفيفا؟ عشان نكون واضحين، مفيش غير المهندس هاني ابو ريده. اقنع بيراميدز تعالى قدم وانا هحل لك الموضوع عن طريق ذراعه اليمين في مصر. ده مين؟ ده احمد حسام ميدو. متخيلين؟ احمد حسام ميدو اللي حاليا عاوز يسجل في تاريخ نادي الزمالك واقعه ان لاول مره يروح شاكي في الفيفا. ربما ده تارجت، ربما، لكن كان كويس جدا اننا نعرض لكم ازاي الناس بتقرا اللوائح قبل القرعه وقبل بدايه الموسم، وعلى حسب موقفها في نهايه الموسم تبدا تتظلم. واسهل حاجه يعملها ايه؟ اصل الاهلي بيتجامل، اللوائح معموله للاهلي بالظبط، وهو اللي يرجع يتكلم. وبعدين انا كنت ناصح امين في حته الفيفا دي، الناس توفر فلوس المحامي وتدفع بيها غرامات. ده مهم، لان والله العظيم فلوس هتضيع والايام ما بيننا يعني. ده اللي هيدفع بقى، ده ماشي، ما هو سبحان الله يا اخي. ده اللي هيدفع. مش عايزين نتكلم. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي، اصل الناس ربما تقول ان ميدو عنده فكره او كان هنا بيقول لهدف. ناخد يا جماعه الاستاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه وهو بيتكلم عن قواعد واضحه وصريحه للمشاركه في دوري الابطال في الموسم اللي شارك فيه النادي الاهلي وهو ثالثا للدوري. نشوف قال ايه. طيب احمد بيه، دلوقتي 30 يونيو انتوا هتبعتوا خلاص، دلوقتي انتوا اللي هتبعتوا بقى، رابطه الانديه اللي هتبعت. هتحددوا الاربعه ازاي؟ بص يا كابتن، احنا في لائحه المسابقه مطبقين كل لوائح الكاف والفيفا وشرطنا كشرط اساسي في اللائحه عندنا. نعم. زائد ان احنا حاطين البند بتاع انه بنهايه الدور الاول، لان احنا كنا عارفين ان ده هيحصل. ان الموسم احنا جينا وانتخبنا وجينا متاخر، فبالتالي الموسم معروف انه هيتحدد 30/6 الانديه المشاركه. نعم.
فبالتالي كنا حاطين بند ان بنهايه الدور الاول هيتحدد الاول 4 مراكز طبقا لترتيب الجدول. في نهايه الدور الاول طبعا. يعني خلي بالك احنا دلوقتي احنا في الاسبوع 16، يعني على الاسبوع الجاي هتحدد مين ال4 هيشاركوا في افريقيا. ما هو حاجه 30/6 مش هتكون لحقت، لكن هي النهارده الفيصل ايه اللي احنا الماده اللي محطوطه ان هو لو وصل الميعاد ده وما كناش نهينا الموسم، وده الطبيعي انه كان متوقع، نعم، هناخد لحد نتائج الدور الاول وهنطبق كل لوائح الكاف اللي هي فيها بقى الجداره وفيها كل حاجه. فهو بالطبيعي ان حضرتك لازم تاخد نقطه محدده. بما يعني انه نهايه متساويه فيها كل الانديه، يعني كل الانديه كلها اخذت نفس الفير بلاي، يعني اخذت نفس الفرصه. تقصد عدد المباريات يعني؟ طبعا. طب وانت ضامن ده يا احمد بيه؟ يعني النهارده انت لما تبص في الجدول هتلاقي مثلا ان الاهلي لعب اقل من الزمالك ب3 مباريات، ربما الخامس لعب اقل من الرابع بمباراتين او حاجه زي كده، هتقفل الدور الاول كله؟ طبعا عشان كده حطينا المؤجلات. يعني عشان كده احنا حاطين المؤجلات في الجدول اللي احنا اعلناه لحد 30/6. حاطين فيه كل المؤجلات. كويس جدا. يعني ان شاء الله كلام حضرتك بيعني ان احنا قبل 30/6 ستتساوى كل الفرق في عدد الدور الاول في عدد مبارياتها. يبقى عدد المباريات متساويه ولعدد مباريات الدور الاول، وهي دي اللي هنبعت عليها، اللي هي 17 مباراه لكل فريق. نفس الفكره، اللائحه وهي بتتحط والفكره وهي بتناقش ما بيكونش اللي عارف وهو بيتكلم النادي الاهلي هيستفيد ولا لا. دي حته هي مش غايبه عن البعض، هو البعض بيحاول تغييبها، والشيء لما يغيب عن الانسان غير لما يحاول تغييبه. يحاول تغييبه يعني هو شايفه وعارفه وبيحاول تغييبه. يعني اللوائح اللي اتكلمنا فيها في بدايه الحلقه والماده 63 والماده هي موجوده وقدامه ويقدر يروح يبص عليها، وهي بتتحط النادي الاهلي ما كانش صاحب استفاده خالص، بل بالعكس ده ربما انديه تانية هي اللي دفعت الناس تحط اللوائح دي بالشكل ده. فنبدا نغيب ده ونقول النادي الاهلي اللائحه اتحطت عشانه. يا ابني ما هو ما حدش كان يعرف ان هو هيستفيد من البند ده، اتحطت عشانه ازاي؟ نفس القصه برضو تحديد المتاهلين مع نهايه الدور الاول، برضو ما حدش كان يعرف ان النادي الاهلي هيستفيد منه. برضو تعالى لما الجدول بقى ينتهي واقعد كده بص على الجدول من بعيد اقول لك زمالك اول، بيراميدز تاني، اهلي تالت، يبقى الاهلي ما يروحش دوري ابطال افريقيا. يا ابني انت بتيجي تغالط، جايب الموضوع جايب من اخر لقطه في المشهد وجاي تحكم عليها، وساب المشهد كله حصل ازاي، وساب المعطيات وساب التفاصيل. فانا بحس يا اسامه والله احنا بندور في دايره. انا خوفي الشديد ان الناس تكون مصدقه بجد وهي بتقول ده عن النادي الاهلي، لان لما بيطلع البعض يقول لك ايه يعني انت عشان موسم تضيع كل بطولات الدوري اللي انت خدتها وتبوظ 44 بطوله دوري، طب كنت سيبها تعدي يا عم. انت مصدق؟ لازم يكون مصدق. لازم. انا قلت لك بشكل واضح، لو مش مصدق هيتعب، مش هيعرف يتعايش، مش هيعرف يحس ان هو لا عايش كويس. هو لازم كلام وهو عارف جواه انه مش حقيقي. لا مقتنع ان هو حقيقي. اصل خد بالك، اصل جوبلز قال لك اكذب ثم اكذب ثم اكذب، ما هو اكذب يبقى مش مصدق حتى يصدق الاخرون، وبعدين بتوصل لا في مرحله بتوصل ان انت حتى وانت بتكذب مصدق نفسك. بيوصلوا للمرحله دي، بس دي بتبقى محتاجه تدخل نفسي. فنرجع للموضوع، وده ربطنا لكم بس الاحداث، ان الناس بتيجي بتغير دايما رايها وبتنسى ان في لائحه موضوعه. سبحان الله، كان نفس الفريق اللي كان بيلجا ولجا بالفعل لمحكمه الاستئناف في مصر وتم رفض القرار بتاعه، لجا للمحكمه الرياضيه في الفيفا وتم رفض القرار بتاعه، اترفضت كل قراراته، والمحكمه الرياضيه نزلت 7 بنود برفض كل القرارات وحملته اعباء المحاماه. واضح ان هو معتاد على تحمل اعباء المحاماه وما غير اعباء المحاماه. لكن ده نادي بيراميدز، وقلنا متضامن معاه نادي الزمالك. طب هو نادي الزمالك قال لك ايه في القصه دي امبارح؟ قال لك لا احنا عاوزين العداله بغض النظر عن مركزنا في الترتيب. اوعى تكون فاكر ان لما يتخصم منك 3 نقط وبيراميدز يفوز بالدوري انا هجدد عقود لعيبتي ولا الكلام من هذا القبيل خالص. انا كل اللي يعنيني العداله. طيب يا مولانا، مش العداله دي كانت تستدعي ان انت اللي تطلب طاقم تحكيم اجنبي؟ مش داخلك، تمام، طبق العداله، اديني العداله. طب هي العداله دي ان انت تاخد اكتر من حقك، ولو افترضنا جدلا
ان قناعاتك ان النادي الاهلي واخد اكتر من حقه، يبقى كده ضربنا العداله في مقتل واهلا بالفساد، وانت مستفيد ومنتفع من الفساد، وتبدا تلاقي تصريحات جميله جدا، وتبدا تلاقي ايات قرانيه واحاديث شريفه. ايه يا جماعه في ايه؟ ايه؟ شلت يدي انها سليمه، والله سليمه. ايه اللي بيحصل؟ فقال لك قصه العداله. طب تعالى يا سيدي نوديك لنقطه واضحه تماما كان فيها نوع من انواع ضرب العداله في مقتل ووضع الاستثناء قاعده لنادي الزمالك، لما نسمع الاستاذ طه عزت رئيس لجنه المسابقات. فيما يخص بقى الجدل الخاص بالعقوبات، عقوبات جمهور الزمالك وايضا عامل غرف خلع ملابس بنادي الزمالك ميلا او الشهيد ميلا يعني. زي ما حضرتك عارف يا استاذ ابراهيم، يعني بس يمكن قبل ما اشرح لحضرتك الموضوع دوت، انا بس من امبارح احنا في جدل ونقد وحاله من الجدل، ان ويتقال حاجات ايادي مرتعشه، وان الهدف من العقوبه كابتن ابراهيم ان احنا حطينا لائحه في بدايه الموسم. تمام. اللائحه ديت احنا حاطينها بشفافيه على ال 18 نادي، ويمكن لاول مره احنا شفنا اللائحه موجوده على الموقع الرسمي. يمكن دلوقتي مفهوم. مش موجوده بس مع الاعلاميين والصحفيين، مفهوم. هي موجوده مع مصر كلها. تمام. ايوه ايوه. فالنهارده احنا استخدمنا الماده 31. الماده 31 اللي هي خاصه بان يحق للرابطه تخفيف او تغليظ العقوبه على حسب الواقعه اللي حصلت. تمام. النهارده ما فيش اي حاجه حصلت، ما فيش حاجه اسمها تعديل للائحه خلال الموسم. يعني احنا بننفي الكلام ده كله، اللي كلها اجتهادات كانت اجتهادات شخصيه. ولكن النهارده الهدف الاساسي بتاعنا ان احنا اللي عمل الخطا هو اللي يتعاقب. الاستاذ طه عزت رئيس لجنه المسابقات في تصريح بتاريخ 27 يناير بيأكد على كلام لجنه التظلمات. قال لك ايه؟ زمان كان صعب توصل للائحه، اللائحه دلوقتي في ايد كل مواطن مصري، اللائحه موجوده على الرابطه، اللائحه واصله لكل الانديه. شعار المرحله ايه؟ شعار الحلقه ايه؟ اقرا اتعلم، العلم نور. فب 27 يناير بيأكد على ده، بس بيروح لحته ثانيه، استثناء. ايه هو الاستثناء؟ قال لك احنا خدنا الماده 31 عشان اهم حاجه حضور الجماهير. كان وقتها جمهور نادي الزمالك بيخرج عن النص للمره الثالثه، وكان المفترض يتم الحرمان من الجمهور تماما. فقال لك لا، احنا استغلينا اللائحه، وده موضوع. هات كده الماده 31 عشان تعرف هو استغلها ازاي، اللي المفترض تكون للتغليظ خدها لرفع والتخفيف عن جماهير نادي الزمالك. يحق لمجلس اداره الرابطه اتخاذ ما تراه مناسبا من عقوبات على الجماهير المتسببه في خرق البنود 29 و30 اللي هي كانت متعلقه بالايقاف مره مرتين، كلام من هذا القبيل، بشكل فردي او جماعي بخلاف ما ورد بهذه اللائحه، ولها السلطه المطلقه بمعاقبه الجماهير بالمنع من دخول المباريات في المسابقات التي تنظمها، وقد تصل لغايه الايقاف من، مش واضحه الكلمه، ممكن الدخول الى الملاعب، الايقاف مدة غير محددة، مده غير محدده من الدخول الى الملاعب. يعني دي كده لما تيجي تبص عليها قال لك ايه؟ قال لك الرابطه لها السلطه المطلقه. محدش اعترض ليه على ان الرابطه لها السلطه المطلقه. طب الاهم هي اللائحه دي ممكن تتاخد عنها تخفيف ولا تغليظ عقوبه؟ ده انت بتقول همنع من الدخول وهمنع واغلظ من حقي بشكل فردي او بشكل جماعي. ليه اتاخدت لنادي الزمالك استثناء وقال لك خلاص نخفف عن نادي الزمالك ويحضر بجماهيره؟ لا، هو وجهة النظر وقت وضعها ده هي عشان تدي نفسها الحق ان هي تاخد عقوبات اكبر من اللي منصوص عليه. هي تم استخدامها في اطار تاني خالص عشان ما عاقبش جمهور. وانا قلت وقتها جملة مش ناسيها، قلت الرابطة ولجنة المسابقات تحديدا بقيادة طه عزت تعاقب. يعني ايه تعاقب من جمهور الزمالك؟ لان جمهور الزمالك لما قام بالإساءة والتطاول وخرج منه على مدار الموسم يعني قصص وتجاوزات غير طبيعية، لما طلعت المصادر وطلعت التصريحات ان احنا بندي لهم فرصة تانية، كان في اول مباراة بعدها رد الجميل للفرصة التانية، إساءات للجميع وتجاوزات في حق الجميع. فأنا قلت أهو آدي الفرصة التانية وادي نتاجها. ولكن افتكر بقى، شوفوا اللائحة بتطبق إزاي. لما النادي الأهلي حصل تجاوزات من جمهوره قبل كده وخرج عضو وقتها في إدارة المسابقات الموسم اللي قبله، ده جمهور الأهلي لازم يكون عبرة
لمن يعتبر. وقال لك اللي هيغلط بعد الجوله 26 و27 هيتم معاقبته. جت جماهير اخرى غلطت ومحدش اتعاقب. طب دي اللي بتحصل طبيعي. ده الفكره لما بتقول له انت مغلظ العقوبه ليه كده واشمعنى جمهور الاهلي، قال عشان جمهور الاهلي لازم يكون عبره لمن يعتبر. جمهور الاهلي يبقى عبره والجمهور الاخر يا جماعه نديهم فرصه ثانيه. ولكن طه عزت كان عنده فرصه اولى، تصريح لان فعلا اللي حصل ده فرصه ثانيه، كان في فرصه اولى كمان. فرصه بقى قبلها، لان الفرص كانت كتير والفرص كلها ضائعه. نسمع كان بيقول ايه مع الكابتن احمد حسن. عايزين توضيح لعقوبات نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك. طيب. مهم، لان الناس بتتساءل. انتوا وقعتوا عقوبات النهارده، كان في جماهير موجوده في الملعب وانتوا قلتوا ان عدم حضور الجماهير، فعايزين توضيح لهذه نادي الزمالك اول عقوبه خدها 100,000. كويس. تمام. حصل الحدث المره الثانيه اخذ عقوبه 200,000 منع المتواجدين مش منع الجمهور. لان العقوبه الثالثه هي اللي منع الجمهور لعدد المباريات. تمام. النهارده لما جينا الماتش طلائع الجيش، تقرير الحكم الجوله السادسه تقرير الحكم ما فيهوش اي حاجه خاصه بسباب جماهير. تقرير المراقب هو الا اذا اللهم الا كان موضوع رمي الزجاجات. انا هنا عندي في لائحه العقوبات احنا مفرقين ما بين السباب الجماهيري وما بين الرمي او قذف اي مقذوفات داخل الملعب. كويس. فهي بالنسبه لنادي الزمالك هي خد عقوبتين خاصه بالسباب الجماهيري. المباراه الثالثه كان فيها رمي زجاجات، فهو خد العقوبه الخاصه برمي الزجاجات. صحيح. فهي دي هم عقوبتين مختلفين. اوكي، هم من نفس الشخص اللي هو الجمهور. يعني العقوبه الجايه في حاله السباب في حاله بالنسبه لجماهير الزمالك يتم المنع. اكيد طبعا يتم المنع ان المباراه تكون بدون جماهير. وحضرتك شايفين احنا من اول الجوله الاولى لغايه السادسه النهارده كل يعني احنا حاطين طيب. اللائحه على موقع الرسمي للرابطه يعني موجود. والله انا عندي مشكله، لان كلام طه عزت ده بيدينه وبيدين مراقب المباراه ومراقب التحكيم وكل حد كان ذو مسؤوليه موجود في المباراه. يعني كلام غير منطقي، وانا مش فاهم ايه اللي يخلي رئيس لجنه المسابقات يطلع يتكلم بالشكل ده، وازاي عشان يبرر عدم ايقاف جمهور الزمالك لمباراتين يضطر يقول كده. يا اخي ايه اللي يضطرك تقول كده؟ والله بجد ايه اللي يضطرك تقول كده؟ ليه؟ تخيل هو عايز يقنعك ان اللي رصد في تقرير المباراه ان الجمهور رمى زجاجات على الحكام وعمل كل ده، بس ما كانش فيه اساءات وتجاوزات. ده يا جماعه ممكن اللي يعمل كده يكون واخد مهدئ. يعني انت وصلت لمرحله، يعني هو في تدريج، في دايما الامتعاض ثم بعد كده التلفظ ثم بعد كده الاعتداء. انت وصلت الاعتداء بس من غير الفاظ. بالامتعاض. لا هو مش مفيش الفاظ، هو حد مش عايز ينقل لك الالفاظ، او المراقب كتب او ما كتبش، ودي مصيبه اكبر. فانت تخيل عشان تبرر عدم ايقاف الجمهور، او عشان تبرر ان انت ليه ما فعلتش لائحتك وخدت عقوبه اللي انت عمال تحكي عليها، بتقول اصل هو الجمهور رمى زجاجات بس ما جالناش ان في اساءه. في حد ممكن يقتنع بالكلام ده؟ الاهم كمان ان لما جت بقى الاساءات قال لك نستخدم الماده 31. طبعا ده بعدها خصوصا بعدها. هو عنده رد على كابتن احمد حسن هنا في نفس السياق بيدين نفسه، بيقول له يعني المره الجايه، قال له طبعا عارف اللي هو تقول له، قال له ده موجود على الموقع. انا يتقال لي الكلام ده يا كابتن احمد؟ ده موجود على الموقع. ينفع تقول لي كده يا كابتن احمد؟ ما احنا من الجوله الاولى للجوله السادسه يا كابتن احمد. الجوله السادسه وفي 3 4 ثم بعد كده ايه اتقال؟ اصل احنا بندي فرصه بقى، بندي فرصه جميله. انا عايز اقول بس نقطه للاعلام بقى والجمهور نادي الزمالك. ده الاستثناء اللي اتحط في اللائحه، ده الاستثناء اللي استفاد بيه نادي الزمالك. من يقبل ويرفع شعار العداله ما يقبلش استثناءات. هو ده اللي احنا بنقوله، يحط الامتداد المطلق لوجهه نظرك ورأيك. وعشان كده انا بقول من البدايه انت لست صاحب قضيه عادله الا اللي هيصدق يا اما يبقى عنده جزء من السذاجه او عنده غرض، واحنا لا سذج ولا عندنا غرض غير مصلحه النادي الاهلي. كلام كتير جدا مهم انتظروه ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم. وطبعا بقى يعني يا جماعه دي موضه ان الناس بتفتكر فجاه اللوائح. وبرضه بسال سؤال، هو انت كاعلامي ولا لاعب سابق في الاهلي ولا هنا ولا هنا ولا هنا، في يوم من الايام خرج الاستاذ هاني زاده في لقاء قال كلام يا اسامه لو في اي مكان تاني في العالم كان بقى حديث الاعلام اسبوعين 3 كده.
قال لك وانا في منطقه القاهره كنت مش بجامل بس، قال بجامل، قال ده انا مش كنت بجامل، كنت اغير تقارير حكام واعمل واعمل واعمل، وكنت امنع عقوبات، وكنت كذا. نفسي اشوف الناس اللي كلها بتدعي الفلسفه دلوقتي كانت بتتكلم على حاجه زي دي، ولكن هتلاقي الناس كلها محدش بيتكلم غير لما حاجه تكون تخص الاهلي. تعالوا بقى بما ان الناس بتتكلم قبل ما تروح للناس يعني عشان جمهورنا عمالين يقول لك الهاشتاجات في الاول انت عايز تكروتهم، كنا هنخليها للاخر لوحدها، نخليها للاخر لوحدها. انا رايي كده. انت ما نلحقش، اوعى تاخد الفيديوهات والله صدرك للناس. خلي الجمهور بقى كله يزعل مني. هات الهاشتاجات يا ابني، ما فيش حاجه تنزل على الهاشتاجات. هات يا سليمان وهات يا علي. يلا معانا الهاشتاج يا ريت بس على الشاشه. الاستاذه مريم نوح، مساء الخير استاذ فارس واستاذ اسامه. رسالتي لعيبه الاهلي هي انه ماتشين 180 دقيقه عباره عن توفيق ربنا وروح الفانيله الحمراء، وان شاء الله بطولتنا انا واثقه فيكم وانتوا ادوا بالتوفيق ان شاء الله يا رجاله. احمد النجار، انا مش عاوز حماس وروح من لعيبه الاهلي بكره اكتر من حماس فارس واسامه يا سيدي. في مقدمه الحلقه هنخلص الماتش من الدقيقه الاولى. طب كابتن عماد النحاس يعمل حسابنا بقى. يعني انا بلعب وسط. صديقنا احمد السعدني ابو زين، شكرا يا اسامه، شكرا يا فارس على صراعكم على اظهار. انا عجبني كلمه استخدام الصراع دي والله، لان احنا فعلا عشنا صراع لاظهار الحق في وقت الاعلام الذي يدعي المهنيه غض الطرف عن الحقيقه المجرده. شكرا انكم كشفتم عورات الاعلام الذي يفتقد المهنيه واحترام المشاهد الا قليل جدا، عشان محدش يزعل منكم. الدوري على الابواب يا اهلي ما تردوش. شكرا يا ابو زين، بطلنا زين الطفل المكافح من ابطال 57 بنتمنى له الشفاء. محمد ميدو بيقول عايزين 11 راجل في الملعب، 180 دقيقه نقاتل فيهم في الملعب، 90 دقيقه مع البنك، 90 دقيقه مع فاركو، الدوري بين ايديكم. نعدي بس ال 90 دقيقه بتوع البنك دول وربنا يكرمنا. وربنا يكرم. كابتن طارق متحفز. الاستاذ عبد الرحمن محمود، الدوري في ايدينا يا رجاله ومباراه صعبه جدا، يا ريت نلعب بروح ونكسبها باريحيه، بلاش ال1-0 اللي والله بلاش ال1-0 اللي بتوقع قلبنا دي يا رجاله. هبه السيد يعني صديقه البرنامج ومن اشد المدافعين عن البرنامج، مساء الخير فارس واسامه، منورين شاشه الاهلي كالعاده. رساله للاعبين الاهلي، للاعبي الاهلي، حلمنا بين ايديكم، ده اغلى دوري على قلوب كل الاهلاويه. وسؤالي لفارس واسامه، توقعاتكم لتحالف بيراميدز والزمالك بعد قرار لجنه التظلمات؟ هو ده معروف بالضروره ان هم هيتحالفوا، ولكن معروف لدي بالضروره ان يعني لن يحققوا اي استفاده. الاستاذ ايمن صبحي، الى كل لاعبي الاهلي، باقي ماتشين لاهم واصعب دوري، كونوا على قدر المسؤوليه، نثق بكم كل الثقه. مهندس تامر المشد، في ظهر الاهلي مباراتين حياه او موت، الدوري يا ابطال، جمهورك يستحق. ده استعرضناها، اللي بعدها على طول يعني. الاستاذه اسراء طارق، قدامكم 180 دقيقه عشان تكسبوا دوري، الكل كان بيحارب عشان تخسروه، انتم قدها هتفرحونا بالدم بالروح، الدوري مش هيروح. ده اخر يعني اعتقد كان معانا مشاركات كتير جدا لم تستعرض، يعني اصدقاء البرنامج كلهم بنشكرهم يعني طبعا، بعتوا لنا، ولكن البرنامج ده نافذه ليهم طول الوقت. طبعا احنا بنعتذر لكم والله، احنا كل التويتات كنا عايزين نستعرضها، ولكن احنا معانا دقيقه ونص ومعانا فيديو هطلع بيه واسامه هيرجع يعقب عشان نلحق نختم الحلقه. كابتن ايمن يونس وهو بيدي درس للناس اللي بتتكلم عن مجامله الاهلي، نسمع عليه. الناس كلها محدش بيقول لا بالمناسبه، زي اتحاد الكوره لجنه الاستاذ عمرو الجنايني ما قالوليش لا في حاجه، كان حتى لما 28 مليون تقريبا. مظبوط صح مظبوط. ولما كلمته بشكل مباشر قال لي طب ايه، قلت له انا لسه مستني، ما تقوليش فرقتك مش تقدر تحط القايمه بتاعتك وانا عندي ماتش. قال لي ما يعني ما فيش اي نوع من انواع التصرف. قال لي لا، قلت له لا ما فيش اي نوع من انواع التصرف. احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نحط فرقتنا، وبعد كده عندنا فلوس اول لما تيجي هنعمل نوع من انواع الجدوله، واتفقنا على نوع من انواع الجدوله. والراجل تقبل بصدر رحب وقال حاضر ومن عينيا وتحت امركم، في تعاون. يعني كابتن ايمن يونس في قناه نادي الزمالك بيعبر عن الاستثناءات يا اصحاب العداله، بيتقال بشكل واضح جدا انا ما فيش في الخزنه فلوس وعليا مديونيه لدى الاتحاد، وبرضه هأيد لعيبتي، يعني هأيد لعيبتي انا مش معايا حاجه. هو ليه العداله في الوقت ده ما بتظهرش؟ تقول لي طب وانت ايه اللي ضرك؟ هقول لك ما انت ايه اللي ضرك؟ انت مش بتطالب العداله؟ انت دلوقتي هتاخد مركز تاني؟ مش هتاخد مركز تاني، لكن بما انك بتطالب بالعداله يبقى العداله الطالبه لما تستفيد او تضار. لكن فكره اللي هي العداله اللي على الكيف دي احنا ما بتشغلناش،
ولا بنصدقها الحقيقه، وانا عارف ان انتوا بتحاولوا تصدقوا عشان تتعايشوا مع الواقع. وقتنا خلص يا فارس، كان مهم جدا نستعرض اراء الناس. بنعتذر لكل الناس اللي احنا ما استعرضناش ارائها ان شاء الله الحلقات القادمه باذن الله، وبنشكرهم دايما على الدعم والمساعده. غصب عننا والله، والاعداد يعني ده اللي لحقنا نستعرضه، واكيد دايما رسالتكم وصوتكم معانا يكون مهم جدا. بنشكركم، ودائما كلنا في ظهر الاهلي. وانت ما كنتش عايز تستعرض؟ انا ما كنت، لا والله ده احنا كويس ان احنا لحقنا ناخد دول كمان عشان الوقت. انت عايز نبدا واختم لا لا لا, لا انا يعني اطلع كده من غيرك، مش لازم اديك الكلمه برضو. يلا بينا. يعني بشكركم جدا، وطبعا بنشكر يعني فريق الاعداد على المجهود المبذول، وبنعتذر تاني لاي هاشتاجات لم يعرض فيها رسائلكم، ولكن دائما وابدا انتم داعمين للبرنامج، ودائما وابدا في ظهر النادي الاهلي.